طيب ازيكم يا جماعه. كنت من يومين قاعده بستعيد ذكريات المدرسه، فافتكرت حاجه. وانا في اعدادي كنت بنجذب الاسكندر الاكبر في ماده التاريخ، ومعرفش ليه، بس كنت بحبه، بحب شكله، وكنت بحب شخصيته من الكلام اللي كان بيتحكي عنه، وحبيته اكتر بعد ما عرفت ان هو اللي انشأ اسكندريه. كنت مستغربه اللي هو ليه. لحد دلوقتي بصراحه انا بحبه، بس مش فاهمه وتساءلت لماذا. فعملت شويه ابحاث وجيت اشارككم بيها. في ترند طالع من فتره كده وقعد حبه اسمه هير مي اوت. كانت الناس بتجمع صور اي حاجه بتجذبها، سواء بقى شخصيات من الكرتون، شخصيات شريره، ارقام، وتقول هير مي اوت اللي هو يعني اسمعني. يعني مثلا كان في واحد عامل الترند ده وكان حاطط رقم 8 كهير مي اوت، اللي هو بينجذب لرقم 8. مش عارفه بيقول تو هولز، مش عارفه كان بيشرح حاجه غريبه كده. بس بصراحه I can relate عشان انا بنجذب لرقم 7. بحسه شيك، بحسه كده حلو. ونمبر 4 بس مش الرقم. if you know you know. الارقام من وانا صغيره بتخيلهم ان 1 و2 دول اخوات صغيرين في كي جي، 3 و4 اخوات، و3 اخت 4 الكبيره. 4 بيكرش على 5، و5 اكبر منه، 5 البيست فريند بتاعت 6، 6 الجيرل فريند بتاعت 7، 8 اخت 7 الكبيره، 9 و10 ابوهم وامهم. بس برضو مش اي حاجه بتنجذب لها تقول عليها هيرمي اوت. يعني ما ينفعش حد زي كريس ايفنز تقول عليه هيرمي اوت. ده انا اللي هيرمي اوت ازاي يعني؟ تيجي كيف يعني؟ حاجات غريبه تجذبك زي، او تجذبك برضو البنات اكتر من الولاد، زي فينوم، نسفراتو مؤخرا. لحد دلوقتي مش عارفه ده ايه معناه، بس برضو مش حابه اني اتدرج قوي الموضوع ده عشان مش عايزه اعرف. المهم يعني يا جماعه، انا اتقصت وعرفت كم معلومه كده عن الموضوع ده، وحبيت اشارك ال60 بني ادم اتفرجوا عليها بشكل دوري بيهم. في بحث اتعمل بيقول ان انت لما بتنجذب لشخصيه كرتونيه مثلا، في مناطق في الدماغ بتتفاعل بنفس الطريقه اللي بتتفاعل بيها لو قابلت شخص حقيقي. خلي بالك، هما لما بييجوا يرسموا شخصيه حتى لو مش هيخلوها كرتون، بيكونوا عارفين هما بيعملوا ايه. يعني مش بيعملوا اي كلام، هما عارفين بالظبط هما بيعملوا ايه. في بحث اتعمل على موقع very well mind بيقول ان لما انت بتتفرج على شخصيه لفتره طويله، ومش شرط انها تكون كرتون، بتحس ان مع الوقت ان في علاقه ما بينكم وبتتعلق بيها. في مصطلح اسمه fictosexuality، ده لما الانجذاب يبقى اعمق من هو يكون انجذاب، لان ده مش مجرد انجذاب عابر، هو بيبقى حب، بيبقى اطول من هو يكون انجذاب. موقع فيلد بيقول ان الانجذاب اللي ممكن يحصل ده بيكون ساعات بسبب الخذلان اللي بيحصل في العلاقات الواقعيه، فانت بتلجأ بقى لشخصيات مش حقيقيه علشان مفيش توقعات، مفيش رفض، مفيش خيبة امل. موضوع الارقام ده معرفتش احط ايدي على البلف عليه بصراحة، لان ما فيهاش كلام قوي ان انت تنجذب لرقم، لكن في بعض المصادر بتقول يعني علشان الناس اللي هي بتاعت المديتيشن والتأمل في ارقام بترمز لحاجات معينة، فبينجذب لرقم معين بحيث ان هو شبهه او زيه، او هو رقم الحظ بالنسبة له. 7 رقم الحظ بتاعي. فالانجذاب للشخصيات اللي مش حقيقية او الشريرة او المش واقعية او الغريبة، اللي هو شخصية ممكن تكون حقيقية بس اللي هو ازاي يعني؟ ازاي انت تنجذب لحاجة زي دي؟ ده بيحصل ومفهوش حاجة، تبقى عبارة عن بس انجذابات لسلوك معين او لشكل معين هو بيبقى في خيالك، فانت شفته على الواقع فحبيته. ساعات بيبقى غريب، وساعات كتير قوي 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 بيبقى غريب. انا في الليسته بتاعت هيرمي اوت بتاعتي، طبعا مش هينفع اقولها لك كلها لان انا غالبا هترحل، بس الليمبي ومرتضى منصور بحس شخصيته قويه، او مش بحس، هو شخصيته قويه فعلا، وعينه وزرق. انا حاسه ان ما كانش ينفع اقول كده. انت عارف ايه اللي هيرمي اوت بجد حقيقي بقى صدقا وحقا؟ ساعات الهيرمي اوت بيبقى انجذاب لاصوات بشكل غريب. فاكر اعلان الابليكيشن بتاع العقارات اللي اسمه بيوت اللي كان بيجي على التلفزيون؟ فاكر صوت البنت اللي كانت بتتكلم؟ كانت بتقول عايز بيت يبقى على بيوت الابليكيشن رقم 1 في مصر العقارات. بتتكلم بطريقه كده تحس صوتها خامته
قطيفه بيلمع، تحس ان ده الصوت الشتوي تقريبا اللي بيتكلموا عنه، اللي هو عايز تقول لها والله يا فنانه الاعلان مش كفايه، تعالي اتكلمي في ودني. الاعلان ده لما كان بيجي على اليوتيوب انا ما كنت بعمله سكيب، اتكلمي براحتك. فالمهم زي ما قلت عادي لو انجذبت شخصيات عجيبه غريبه مش حقيقيه، سواء كانت كرتون او شخصيات شريره، وانت بيجذبك فيها حاجه، مش شرط تبقى كلها على بعضها عاجباك، ممكن يبقى عاجبك خفه دمها، شخصيته القويه، شكله، اي حاجه، فانت مش غريب عادي، صباح الفل. ممكن الفكره تكون مش اللي هو يعني مش الواحد ممكن يتكلم عليها قوي في فيديو على اليوتيوب، بس حسيت ان انا عايزه اتكلم عليها، مجرد بس احساس انا عايزه اتكلم عليها فانا هتكلم عليها. فافتكر لو انت انجذبت لحاجه غريبه او مش واقعيه، ممكن ده بسبب ان انت بتميل للحاجات اللي ناقصاك. المهم قبل ما امشي احب اقول ان احنا وصلنا ل 10,000 بني ادم على اليوتيوب. المشكله ان انا في اللحظات اللي زي دي انا مش بكون مخططه لها، وانا مش بعرف اعبر عن مشاعري قوي، فانا مش عارفه الحقيقه انا المفروض اقول ايه، بس الحمد لله لقد هرمنا. شكرا. بعد الوصول لهذا الرقم حسيت اللي هو ايه، اللعبه كبرت منك يا ياسين، بس الحمد لله ده رقم احنا كنا عايزين نوصل له، يعني 10,000 بني ادم، فاهم؟ مسؤوليه، بس ده برضو عيبه ان الاكسبكتيشنز هتعلى لبعض الناس، فده احنا قلقانين منه، بس مع ذلك احنا هنعمل الفيديوهات اللي احنا عايزين نعملها عادي، مفيش حاجه. قررت حاجه كمان، ان دايما اليوتيوبرز بيبقوا مسميين الناس اللي بتتابعهم العيله والصحاب والكتيبه ويا مافيا ويا كبير، فقررت ان انا هسمي السبسكرايبرز او الشباب اللي بتحب تتفرج عليا اوجيز. حاسه ان ده اكتر حاجه لايقه عليكم بصراحه، وانا قلتها من زمان في اخر فيديو تقريبا في سلسله وات اباوت اللي بيتفرجوا اوجيز، فاللي بيتفرجوا اوجيز، فانا قررت ان انا هسمي الحاجه اللي بيتفرج عليا او الحاجه اوجيز. هو انت اوجي لوحدك، بس مع بعض اوجيز. جينا للفقره اللي انا بحبها، المفروض ابص هنا، الفقره اللي انا بحبها وبستناها لحد اخر الفيديو اني اوصل لها علشان ارجح لكم الفيلم للسهره. انا من يومين كنت شفت فيلم كنت بحب اتفرج عليه قوي وانا صغيره، هو فيلم من الكلاسيكيات. النهارده ترجيحي للفيلم هيبقى فيلم عالم عيال بتاع رشدي اباظة. الفيلم ده كنت بحب اتفرج عليه قوي وانا صغيره، ولسه جاي من قريب، فكان بقالي كتير قوي مشفتوش، فكان وحشني فشفته، فقلت خلاص وده الفيلم اللي انا هرجحه. هو فيلم حلو خفيف ولطيف وكوميدي، مش دراما يعني قوي، فيلم هتحبه حتى لو انت مالكش في الكلاسيكيات قوي، الفيلم ده هيعجبك يعني. بس كده، شكرا مرة تانية وثالثة وعشرة لحد اخر العمر. اشوفكم الحلقة الجاية، باي باي.